السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشكركم يا جماعه جدا على التفاعل على الفيديوهات، ومبسوط ان هي بتعجبكم. بشكركم على التفاعل وعلى التعليقات وعلى الاسئله اللي انتوا بتسالوها. طيب النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه اسمها المشكله اللي ما تكسرنيش بتقويني. عكس اللي بيتقال الضربة اللي ما بتكسرنيش بتقويني، لا، المرة دي هنتكلم المشكلة اللي ما بتكسرنيش بتقويني. طيب، اوعى تفتكر ان في حد ما عندوش مشاكل او في حد ما بيغلطش. حتى الناس الناجحة بتغلط. الناس الناجحة بيحصل لها مشاكل. بس الناس الناجحة عندهم غلطات كتير وعندهم مشاكل كتير، بس هم عندهم حاجة، ان هم عندهم اصرار فظيع ما بيتهزش ان هم يحاولوا، وان هم يحافظوا على المحاولات بتاعتهم لغايه لما يوصلوا اللي هم عايزينه. هم كمان دايما بيقدروا الطريق بتاعهم، يعني بيعملوا تقدير للطريق بتاعهم. هل في تقدم ولا هل ما فيهوش تقدم؟ ماشيين في الطريق الصح ولا مش ماشيين في الطريق الصح؟ لو لقوا نفسهم صح بيكملوا، ولو لقوا نفسهم عندهم مشكله او التقدم بتاعهم مش كويس بيعملوا شوية تعديلات عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. طيب وهم ماشيين في الطريق بتاع تقدير طريقهم، هم كمان بيشوفوا الأهداف بتاعتهم قصيرة المدى وطويلة المدى والمتوسطة المدى. يعني قصيرة المدى اللي هي اليومية، متوسطة المدى اللي هي الأسبوعية، وطويلة المدى اللي هي الشهرية أو الربع سنوية اللي هي كل 3 شهور. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هم دايما بيحطوا اهداف يوميه واسبوعيه وشهريه؟ اه طبعا، دايما بيحطوا اهداف يوميه واسبوعيه وشهريه، ويتابعوا التقدم بتاع الاهداف دي، هل هم بيوصلوا اللي هم عايزينه ولا لا، وبيقدروا يحققوا اللي هم عايزينه ولا لا. كمان هم بيسالوا نفسهم 4 اسئله: هو ايه اللي ماشي صح معايا دلوقتي؟ ايه اللي اقدر ابني عليه؟ ايه اللي بعمله ايه اللي اقدر اعمله دلوقتي يفيدني اكتر؟ وايه اللي اقدر احسنه؟ طيب، على الرغم ان المهم جدا ان انت تفكر بايجابيه، بس كمان مهم ان انت تبقى ما تضحكش على نفسك. ما تضحكش على نفسك في التقدم بتاعك في الطريق بتاعك. هل ده في تقدم فعلا والتقدم ده كويس ولا لا؟ يعني ما تضحكش على نفسك ان انت بتتقدم وانت بتتقدمش، لا، لازم تكون بتتقدم. طيب ولو انت بتتقدم كمل، كمل في الطريق. لو انت بتتقدمش او لقيت عندك غلطات او عندك مشاكل، يبقى انت لازم تعمل حاجة. ايه هي؟ ان انت تقف كده وتشوف الغلطات دي فين وتحاول تعدلها. وانت بتعمل كده لازم تفتكر ان مفيش حد ما بيغلطش، وان انت طبيعي تغلط. وكمان تفتكر ان مفيش حاجة بتتعمل صح من اول مرة، ولا حد يقدر يعمل حاجة صح من اول مرة. طيب انا ممكن اغلط، اغلط واغلط اكتر واغلط احسن، بس ما تغلطش نفس الغلطات مرة والتانية. اعرف الغلطات وحاول ان انت ما تغلطهاش تاني. ودي عقلية النمو، ان انت ما تغلطش الغلطات اللي انت غلطتها قبل كده. عقلية النمو دي هتخليك تكبر وتنجح. طيب كمان لو لقيت الدنيا مش ماشية معاك، جرب بطريقة مختلفة، وجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. كل ما هتحاول تجرب كل ما انت هتلاقي الطريق الصح في الوقت الصح. طيب هل الموضوع كده بس؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع فيه حاجة تانية. ايه هي؟ الحياة يا جماعة طبعا فيها مشاكل، فيها انتكاسات، فيها صعوبات. كل ما انت عايش بيبقى فيه مشاكل وفيه انتكاسات وفيه صعوبات. ما حصلش ولا هيحصل ان في حياة ما فيهاش مشاكل ولا صعوبات. المشاكل يا جماعة هي الحاجة اللي احنا لا بنقدر ولا بنعرف نهرب منها او نتفاداها. طيب المشكلة عندنا مش في المشكلة، المشكلة في ان انت ازاي تواجه المشكلة، ازاي تتعامل مع المشكلة. هي دي المشكلة. تعاملك مع المشكلة هو اللي بيحدد طريق حياتك، وحياتك هتبقى عاملة ازاي. طيب عمرك ما هترتاح ولا تحس ان انت مبسوط ولا عارف تحل مشكلة الا لما تحدد السلوك بتاعك في مواجهة المشكلة. طيب دلوقتي احنا عندنا نتائج بتطلع، النتائج دي بتبقى اهم حاجة فيها رد فعلك للمشكلة. مش المشكلة نفسها، لا، رد فعلك للمشكلة هو اللي بيحدد النتائج، وهو اللي بيخليك
تبقى في الطريق الصح وتبقى في الوضع الصح اللي يخليك توصل اللي انت عايزه. طيب مهم جدا هنا نسأل نفسنا سؤال، والسؤال ده من أهم الأسئلة: هو أنا ما مرتش قبل كده بمشكلة صعبة أو مشكلة فظيعة وكنت فاكر إنها مش هتتحل، ولما اتحلت قلت أنا اتعلمت جامد قوي من المشكلة اللي حصلت دي؟ أكيد حصل. طيب ولما حصل وانت قلت الكلام ده اندهشت ان ربنا اداك القدرة ان انت تعدي المشكلة دي، واندهشت كمان ان انت قلت لنفسك شكرا، وثقتك في نفسك زادت في الحتة دي. طيب المشكلة ما بتبقاش يا جماعة في المشكلة نفسها، المشكلة في نقص ان احنا نصدق نفسنا، ان احنا عندنا نقص في ان احنا نصدق نفسنا ان احنا عندنا القدرة ان احنا نعدي المشكلة دي. المشكلة بتبان في الاول انها صعبة ومستحيلة وحاجة ما تتحلش، بس هي في الاخر المشكلة عبارة عن سلمة بتطلعها او دروس مستنية حد يتعلمها عشان يقدر يحدد الطريق الصح، عشان يتعلم يمشي على الطريق الصح. وفي نفس الوقت واللحظة اللي انت بتحس ان انت خلاص بتقع، هي الوقت اللي انت بتبقى بتعرف ان هو ده الطريق الصح. المشكلة دايما يا جماعة او الفرصة دايما بتيجي في وقت المشاكل. الفكرة عندنا في ان احنا نقدر نغير طريقة تفكيرنا ونفكر ونستغل الفرصة، ما نضيعهاش مننا. طيب احنا عندنا دلوقتي يا جماعة 8 خطوات لازم نعملها في حل اي مشكلة. ايه هم ال8 خطوات دي؟ اول حاجة ان انت طبعا تجيب ورقة وقلم كده، وده مهم جدا عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامك وتقدر تفكر فيها ويبقى عندك ذاكرة بصرية وتقدر تشوف الموضوع كمجمل. اول حاجة تكتب المشكلة بتاعتك، انا كتبت المشكلة بتاعتي. تاني حاجة تفكر في حل المشكلة وتركز في حل المشكلة مش في المشكلة نفسها. 20% من حل المشكلة بيبقى في تحديد المشكلة وان انت تبقى عارف المشكلة بالظبط، وال80% تفكير في حل المشكلة نفسها، ان انت تقدر تحل المشكلة نفسها. طيب بعد كده ان انت تبطل الشفقة والكلام السلبي اللي انت بتكلمه لنفسك. طب انا ليه حصل كده؟ طب اشمعنى انا؟ طب هحل الموضوع ده ازاي؟ لا، الفكرة في ان انت تبطل افكار سلبية. ما تزودش المشكلة، يعني ما تقعدش تقول المشكلة دي كبيرة، لا انا مش هقدر احلها، لا دي صعبة جدا، لا ده لا سيبك من الكلام ده خالص. وفي نفس الوقت ما تقللش المشكلة، ان انت تقلل انا ما زودش المشكله بس هقلل المشكله، اللي هو يا عم دي مشكله هايفه، لا كده كده هتحل. اقعد فكر، احنا اتفقنا ان احنا هنفكر وان احنا هنحط أسس وهنحط خطوات ونكتب المشكلة عشان نقدر نحدد المشكلة فين بالظبط. 20% من التركيز في حل المشكلة في تحديد المشكلة، وال80% اللي قلنا زي ما قلنا قبل كده في حل المشكلة. كمان لما تحس ان الدنيا واقفة او مش راضية تتحل، جرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية لما ربنا يكرم. لو وقفت خلاص هسأل، بس ما تتفكرش بقى ان انت تسأل من الاول او ما تستسهلش ان انت تسأل من الاول، لا جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. طيب في كمان حاجة عايزين او شوية حاجات كده عايز اتكلم معاكم فيها. اول حاجة خليك مرن في حل المشكلة، لازم تبقى عندك مرونة في حل المشاكل، بتاخد وبتدي. قابل ان انا هضحي بدي عشان دي، انا هعمل كذا عشان كذا، تباديل وتوافيق لغاية لما انت توصل لحل المشكلة. تاني حاجة ان انت تتعلم من الاخطاء او الاخفاقات اللي انت بتقابلها، تتعلم منها عشان ما تغلطهاش تاني، عشان عقلية النمو اللي احنا قلنا عليها، عشان نعدي ونكبر وننجح. انما انا اللي هفضل كل مرة اغلط نفس الغلطات، طب ما انا مش هتقدم، هبقى كده انا واقف محل سر عمال اغلط نفس الغلطة. ومن ضمن الحاجات اللي بتخلينا كده ان احنا نبقى بنفكر بنفس الطريقة، واحنا قلنا ان احنا هنغير طريقة تفكيرنا في الموضوع ده. تالت حاجة ان انت طبعا تبقى مصدق في نفسك ان ربنا اداك المشكله دي وان انت عندك القدره ان انت تحلها. وربنا بيقول ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا مش هيشيلك الا اللي تقدر تشيله، يعني ربنا مش هيحط لك مشكله انت ما تقدرش تحلها، لا هيديك القدره على حلها ان شاء الله. واخر حاجه ان انت تحط دايما في دماغك ان كل المشاكل اللي بتعدي عليك دي على قد ما هي قويه وعلى قد ما هي متعبه، بس في نفس الوقت هي ما بتكسركش، هي بتقويك. طب لما هتقويني يبقى انا مش هتكسر، يبقى ان شاء الله باذن الله انا هقوى مش هتكسر. حطوا الموضوع دايما في دماغكم يا جماعه بالشكل ده، وان شاء الله ربنا يكرمكم.
واشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.